اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل النهاردة الفايش الصعيدي بخميرة السمسم واللبن وفي فرن البوتاجاز ومن غير شمس ومن غير لا فرن أنبوبة ولا أي حاجة. انت وفي بيتك هتعملي أكتر من 5 كيلو بطريقة سهلة، مش هياخد معانا وقت ولا مجهود. يلا بينا نبدأ. نصلي على النبي ونبدأ على طول نقول ازاي هنعمله. بجيب أول حاجة البرطمان وهحط له بقى مية سخنة كله، وبحط برضو للغطا مية سخنة مغلية وبسيبه كده دقيقتين، وبعد كده بشيله عشان خاطر افضي المية اللي فيه، وببدأ ان انا انشفه كويس خالص، ما بخليش فيه ولا نقطة مية. وطبعا بنشفه بفوطة تكون نظيفة ما استخدمتهاش خالص في المطبخ قبل كده عشان ما يبقاش فيها اي ريحة. وبحط فنجان من السمسم، حوالي 4 معالق كبار من السمسم، ده سمسم ابيض مش متحمص، عليه معلقتين من السكر، عليه 1.5 كوباية من اللبن. وببدأ ان انا اقفل البرطمان كويس خالص، وده لبن جهينة يعني لبن من السوبر ماركت، مش من عند اللبان. وبغطيه كويس وبدفيها وبحطها في فرن البوتاجاز. بعد بصيت عليها بعد 15 ساعة كانت لسه، بصيت عليها بعد 20 ساعة اخدت معايا بالظبط 20 ساعة. الخميرة دي خميرة السمسم واللبن اخدت معايا 20 لبن. بعرف ازاي ان هي تمام؟ بلاقيها متخرمة معايا بالشكل ده، واللبن المية من تحت والشرش من فوق، او وش السمسم من فوق ومتقطع بالشكل ده متخرمة. بفتحها او ما باجي افتح الاقيها بتعمل بوم على طول، بتكون كويسة. شايفين شكلها؟ بروح تاني عشان اتأكد اذا كانت ناجحة ولا لا، بحط حوالي 4 معالق من كبار من الدقيق، ببدأ ان انا اقلبها، وهتحتاج برضو تاني معلقتين من الدقيق. حطيت معلقتين تاني من الدقيق كبار، وببدأ ان انا اقلبها. بالظبط اخدت معايا كوباية مثلا من الدقيق، وبحطها في بولة عشان خاطر لو اتكبت او كانت زايدة. انا مش بقفلها خالص، لو قفلتيها هتلاقيها لا قدر الله البرطمان طرشق معاكي. شايفين؟ اللهم بارك. سبتها 3 ساعات كاملين. ادي المية من تحت نفس الحكاية، بدأت فيها تخرام، زادت معايا كده. اللهم بارك. الخميرة ان شاء الله كويسة. هفتحها لكم واوريكم شكلها من فوق. شايفين الشكل ده؟ التخريمات دي والسمسم من فوق. اللهم بارك. هحطها بقى في بولة عجن، وبتحطي معاها حوالي كوباية إلى 1.5 كوباية من المية. وهحط كيلو من الدقيق، أنا بحط كيلو كامل من الدقيق. ادي طبعا البولة هنا بتاعت العجن كانت ما تكفيش ان انا اعجن، فنقلتها البولة تاني وبدأت ان انا اعجن. هنا العجينة ازاي اتأكد ان هي كويسة ما تكونش خفيفة ولا تكون تقيلة؟ بلاقيها عاملة زي عجينة الزلابية، طبعا كلنا بنعمل الزلابية فعارفينها، او زي عجينة الكريب. هي بتكون تقيلة كده شوية. ادي بالشكل ده. شايفين؟ بسويها وبغطيها كويس واسيبها تتخمر من 2 ل3 ساعات. انا سبتها بالظبط 3 ساعات وغطيتها كويس، وكنت مدفية الفرن وحطاها برضو. كنت مجهزة المكونات: الملح 4 معالق من الكركم، 4 معالق كبار من السمسم المتحمص، وحطيت كمان 2 كوباية من السكر، وحوالي 2 لتر من اللبن، وكمان اخدت 2 كوباية كبار من السمنة. السمنة بكون قدحاها على النار، يعني مسيحاها ومسخناها، وحطيتها هنا بعد ال3 ساعات. كانت اللهم بارك. شايفين؟ انا من كتر ما العجينة كانت خمرت لقيتها في الساج بتاع الفرن برضو نازلة من كتر ما هي اللهم بارك. حطيت بقى الكركم وحطيت السمسم، حطيت برضو السكر، وحطيت الملح حوالي معلقة ونص من الملح، وباكت كامل من البيكنج باودر.
وحطيت باقي الدقيق اللي هو ال5 كيلو من الدقيق، وحطيت كمان زايد، حطيت حوالي كوبايتين من الدقيق تاني على ال5 كيلو. بدأت ان انا اعجن كويس، وطبعا هنا حطيت اللبن، بس الفيديو ما كانش جايب انا وبحط اللبن. حطيت اللبن وبدأت ان انا اعجن فيه. وخلي بالك هنا العجين بتاع الفايش بيبقى محتاج صحة، يعني طولي بالك وخلي عندك صحة وإرادة وانتي وبتعجني، ان بيبقى محتاج قوة شوية. ببدأ ان انا اعجن فيه كويس، وخلي بالك المقادير دي بالمظبوط، ال5 كيلو دي على اللتر اللبن مظبوطة بالملي. حطيت هنا السمسم وبدأت ان انا اعجن. واول ما تحطي اول ما بحط السمنة معلش على العجين بتلاقيها بالشكل ده، ابتدت ان هي تتقطع، يعني تفتكري ان هي باظت. لا، اعجني فيها تاني، ابدأ ان انتي اعجني، هتلاقيها اتلمت معاكي بالشكل ده. شايفين؟ اول ما بعجن واخلص بروح حاطه ايدي شويه سمنه كده واسويها، واسوي العجين، بسيبها تتخمر حوالي 3 ساعات. شايفين كانت ازاي وبقيت ازاي اتخمرت؟ هي ده المطلوب، ان هي تتخمر كميه طويله عشان يعلى معايا خالص. بحط بقى، بجيب شويه من العجين وبحطه في بوله لوحده، في طبق مثلا لوحده، بحط شويه كد الطبق، وبغطيها تاني عشان خاطر ما تتنفسش، ما تتنظرش، ما تهبطش. وبجيب الساج بكون دهناه سمنة، طبعا بيكون مغسول كويس ومتنشف، وبكون دهناه سمنة وايدي فيها شوية سمنة، يعني بجيب في طبق صغير شوية سمنة واحط في كفة ايدي عشان خاطر اقدر ان انا اصبع العجين ويطلع معايا بسهولة. هو عجين الفايش بيبقى محتاج سمنة، ولا زيت ولا زبدة، هو سمنة اساسه من اوله لاخره. ببدأ ان انا اصبع فيه. حطيتي لايك ولا لسه؟ يا ريت لو لسه محطتيش لايك حط لايك عشان تشجعيني واقدر اعمل لك فيديوهات زي كده حلوة كتير. لو ما عملتيش كومنت اعملي لي كومنت واشتركي في القناة عشان خاطر الحاجة دي بتبسطني. شكرا خالص ليكي، وياريت تصلي على الرسول عشان نكمل باقي الفيديو. بدأت هنا اشكل فيها واصبع فيها، وخلي بالك بعد ما بتخلصي اول صف بتحط ايدك كده كد صباع واحد بس، بتسيبيه بين الصف الاول والتاني، وتبدأ تعملي الصف التاني وتصبعيه، وما تقطعهوش قطيع كبير عشان خاطر لسه هيخمر. فلما يجي يخمر ويدخل الفرن هتلاقي شكله بيجي صعب، لا خليه صغير او متوسط كده حلو. احنا هنا عندنا في الصعيد بنحب نعمله عشان خاطر بينفعنا، بنحب الشاي، اللبن مع الشاي بلبن، بيبقى رهيب. يعني لدرجة العيال عندنا ممكن يمسك واحدة واحدة هي ومجرجر كده ياكلوها على كده. ببدأ كده اعمله. انا عملت الساج ده انا واقفة، بس هو اصلا الفايش لازم انتي وقاعدة عشان بيبقى كمية. هخلص اول صف ده اول ساج، وبعد كده هروح اقعد واكمل باقي الكمية بتاعتي، وهروح اسيبه هنا في البلكونة او على الشباك او في اوضة يكون مشغلة فيها المروحة وتسيبيه يتخمر. انا سيبته يتخمر حوالي 3 ساعات. ادي شكله ده. بعد ما اتخمر رحت شغلت الفرن حوالي، سبتها الفرن شغالة ساعة الا ربع بالظبط على نار عالية، ساعة الا ربع. بروح مدخلة بعديها الساج، مش بتدخليه هو وبارد، بتدخليه بعد ساعة الا ربع من سخونة الفرن، وبكون لسه عالية، واروح حطاه في الفرن بيبقى شكله اللهم بارك. بعد ما بتطلعيه بياخد حوالي 25 دقيقة بالظبط، وبتطلعيه بتحطيه في صينية عشان بيكون لسه طري وبيكون سخن. بسيبه كده يهدى شوية، وحوريكي ازاي بفرده. انا بفرده بالطريقة دي، بطلع واحدة واحدة بقسمها، ببعدهم من بعض، بشيلهم زي ما انت شايفة كده اهو. وطبعا ما بيكونش بارد خالص، يعني بيكون لسه سخن. يعني انا كفة ايدي كانت
حمرا كانت فظيعة. شايفين هنا بقى هو وطري، تقدر تحشيه جبنة، تعمليه زي التوست، تحشيه مربى، تحشيه قشطة، بيبقى رهيب. هنا رحت جبت الساج التاني وبدأت ان انا احطه هو وكده. بعد ما فردتهم طلعتهم من بعض، عزلتهم كده واحدة واحدة، شلتها وحطيته في الفرن. برضو الفرن كانت سخنة، والفرن النار من تحت كانت عالية، مش بشغل الشواية، هو السخونة بتاعت الفرن نفسها، النار بتاعت من تحت هي اللي بتحمرهولي من فوق ومن تحت، وبتجرجشهولي وبتخليه رهيب. الجرجوش بالظبط حوالي، عشان يتجرجش معايا الفايش، حوالي اخد 10 دقايق او 7 دقايق في الفرن. كان اللهم بارك طالع رهيب. عملت لايك ولا لسه يا عسل؟ يا ريت لو ما عملتيش تعملي لايك وكومنت حلو زي كده وتشتركي في القناة. عملت الكمية دي من 5 كيلو دقيق. انت متخيلة الكمية دي كان معاها برضو حوالي طبق كبير تاني. فحلو، حلو لينا، حلو لولادنا. تودي بقى لمامتك، تودي لحماتك، تودي لخالتك، تدي عيالك. في الفطار حلو، حاجة انت عاملاها في البيت. انت متخيلة ان انت بتجيبيها بكام من بره، ومش بيكون كله لبن، ومش بيكون كله سن. وبس كده وصلنا لغاية اخر الفيديو. شكرا ليكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.